مرحبا بكم في دقائق زراعية. أخي المربي، هل لاحظت أن بعض الحيوانات تظل ضعيفة وهزيلة رغم توفر الأعلاف والمراعي؟ السبب في كثير من الأحيان هو الإصابة بالأمراض الطفيلية التي تستنزف صحة الحيوان بصمت. لماذا نهتم بمكافحة الطفيليات؟ لأن الطفيليات الداخلية والخارجية تمتص غذاء الحيوان وتحرمه من الاستفادة من العلف، تسبب الهزال وضعف النمو وقلة الإنتاج، تؤدي إلى انخفاض الخصوبة وإنتاج الحليب واللحوم، قد تتسبب في نفوق الثروة الحيوانية إذا لم تعالج. الخسارة كبيرة والتكلفة بسيطة. مكافحة الطفيليات لا تكلف كثيرا مقارنة بما يخسره المزارع والاقتصاد الوطني نتيجة نفوق وضعف إنتاج الثروة الحيوانية. أهم الإجراءات الوقائية: الالتزام ببرنامج تجريع دوري ضد الديدان حسب إرشادات المختصين، رش أو تغطيس الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، القراد والجرب، تنظيف الحظائر وتجفيفها باستمرار، الحد من ازدحام الحيوانات في الحظيرة، عزل الحيوانات المريضة ومتابعة علاجها مبكرا، توفير تغذية متوازنة ومياه نظيفة. أعراض الإصابة الطفيلية: هزال وضعف عام، بهتان الشعر أو الصوف، إسهالات متكررة، حكة أو تساقط في الشعر، بطء في النمو رغم توفر العلف. رسالة إرشادية: وقاية بسيطة اليوم تحمي قطيعك غدا. حافظ على برنامج المكافحة الدورية واستشر الطبيب البيطري، فصحة الحيوان تعني إنتاجا أفضل وربحا أكبر. ثروتك الحيوانية أمانة، فاحمها من الطفيليات. إلى اللقاء.